اهلا وسهلا بك. شرفتنا في هذه الجمعيه اللي محتاجه اليكم كثيرا ان شاء الله. لقد طال انتظارنا اننا ننشر هذا الخير في هذا الوطن الحبيب الغالي علينا، باش اليتيم والمحتاج والمحاوج كلهم بصفه عامه ندير لهم مؤسسات خيريه تخدمهم وما تخليهمش عرضه للدعايه المغرضه والافات الاجتماعيه الضاره في المجتمع. جمعيه كيف اليتيم قبل الولايات كنتوا جمعيه كنا جمعيه ولائيه من سنه 88 الى يومنا هذا. جمعيه ولائيه. نعم جمعيه ولائيه. الان من 2012 رانا جمعيه وطنيه. وطني هو يأطر وينظر ويشرف على الولايات، ولكن العائلات كلها موجوده في الولايات والمكاتب البلديه. الاجتماعيه لجنه صحيه كذلك سي جماعه، كاين اللجنه الاداريه والقانونيه، زيد لي فكرنا شويه، الشرعيه، لجنه الاعلام، لجنه التربيه والتكوين، كلهم هذول كلهم عندنا دكاتره واساتذه موجوده ب 40 ولايه تقريبا تتكفل باليتامى في جميع نواحي الحياه. في الطاقم هذا ما يكونش متفرغ، ما عندوش وقت كافي، ما يقدرش يقوم بها صلاه، ماشي صلاه سيمبوليك مش حاجه كبيره. احنا حبينا ان شاء الله نوصلوا باش يدي صلاه لائق ولازم باش يقدم خدمه لائقه. هذا مشروع لازم يتحقق، لان العمل التطوعي هذا ما يقدرش يروح بعيد. العمل يجيك نهار ونهار ما يجيكش نهار، يقول لك اسمح لي مشغول، واليتيم شكون يخدموا؟ الا كان انت تغيب وانا غيب وانا غيب وبعد كيفاش؟ هذاك الفراغ شكون يملؤه؟ لابد من ملء، يعني لازم حضور طاقم يخدم. هذا احنا عندنا الان في البليده فقط عندنا اكثر من 40 موظف دائم. هذا يشوف لهم تحت في المقر كلهم هنا تحت، هذا مكلفه بالاعلام، مكلفه بالاداره، مكلفه كذا، كلهم هذو يتقاضوا اجر. كاين اللي عن طريق لاضاس، كاين اللي عن طريق الجمعيه. قالت لاضاس ولا الانام ولا صح كيما العمل الخيري التطوعي الحقيقه ما يجيبش الثمره والنتيجه المرجوه اللي يستنى منها اليتيم والارمله باش تقدم هذه الخدمات المستمره والدائمه يعني والزيارات وحضور على المقر دائم وكذا. الاف والاف 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 ارامل والاف والاف من الايتام. هذا معدل يجوك يزوروا غير 20 30 واحد في النهار، قداش تكون في الشهر؟ راهم يتعدوا بالمئات والالاف. لذلك لابد من مختصه نفسانيه، لابد من ربما واحد يكون كله الصحه، التوجيه الصحي، المساعده الاجتماعيه، السائق اللي يخرج مع المساعد الاجتماعي الى الزيارات الميدانيه مع الطاقم تاع لازم النفساني. مثلا الجمعيه تملا استبيان، مش في الجمعيه تملا داخل بيت الارمله حتى تشاهد يعني الحقيقه بعينها وتعطي المعطيات الرسميه للمحسن، لان احنا مطالبين باش ننقلوا الصوره اللي موجوده تاع المآسات ولا العوز ولا الاحتياج للمحسن. يعني هاي الاسره لما يتكفل بها احنا نضمنوا له باللي انا محتاجه. عندنا يعني معطيات وعندنا لوجيسيال وعندنا متابعه يعني رقميه لهذه الاسره، باش الدخل نتاعها، اولادها قداش عمرهم، قداش يقراوا، النجاح، الرسوخ في الدراسه، الوضع الصحي، المرض المزمنه، هي وضعها يعني السكن ملك ولا مأجر، كلها معلومات تهمنا بزاف باش نعرفوا واش نرتبوا الصنف هذاك تاع المرض. الجمعيه الوطنيه الان راهي تقريبا مسجله عندها اكثر من 120,000 يتيم. الاعضاء الموجودين في الجمعيه تقريبا نقول لك 5000 عضو على مستوى الوطن، كله على مزعلني على الولايات. احنا الان في احنا مقر مكتب ولائي، احنا مكتب ولائي وانا في غبن كبير، لان المؤسسه الخيريه الكبيره اللي ننتظروا فيها مش هذه، هذا مقر تاع وقف للاسم تاعنا وتاعنا على كل حال تابع مكتب الولايه تاع الليله. احنا الان هذا شفتوه؟ لا هذا وقف ثاني، هذا واحد من فرنسا يعني انسان ما شاء الله، شرى الدار هذه، شرى تراب وبناه وكملوا، بعد ما بناه سكن فيه ايامات ومن بعد ما ارتاحش هنا، فاذا به
راح لواحد اجونسي مولي قال له عندنا عزوجته في البيت، قال له واش نديروا؟ قال لها طلعنا في الماير فيها. قالت له نقول لك حاجه، قالت له روح نديروها اللي يعطينا اكثر. قال لها شكون؟ قالت له الله سبحانه وتعالى ما شاء الله. يعطينا اضعاف. يعني جاوا لي المقر الولائي في البليده فوق وتكلمنا في الموضوع، يعني وبكاوني صراحه لما وقفوا هذا الدار في ذاك الوقت وخلوها للايتام. انا راي هذه وقف الايتام الى ابد الابدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ثاني هذا تاع بابا حسن نفس الشيء. بالمناسبة ما عندكش فكرة وين يسكن هذا في فرنسا؟ واش من جهة في فرنسا؟ هذا في حمد حسناوي والله في باري. باري هو في الريجون باريزيان. ايه عندي الرقم تاعو تحب تكلموه؟ إيه احنا كنا نتمنى يكون بليون هذيك المنطقة. ممكن والله ماني ايوه عارف. تفضل. المهم انسان طيب صراحة، يعني حتى الوقت فوتوكوبي درنا العقد ما خلانيش ندفعها من جيبي، فوتوكوبي تاع 2000 فرنك والله سنتين اللي غزنا عنه كل شيء عليه. فجزاه الله خير ندعوا لنا اليوم المبارك. الان بعد ما وسعنا ونشوف يعني انتشرنا في الوطن، الان رانا في صدد بناء هذا الهبه ولا التبرع اللي اهدانا هذا المحسن الكريم في باب حسن، يعني فيلا من 6 طوابق ان شاء الله باش يكون مقر وطني وتكون فيها ان شاء الله مشاريع ربما هادفه لخدمه. كذلك هذا السيد الخيري في بن عبد المنعم الحردة، ثاني مسكين يسكن في الطابق الخامس في العماره، وهذا فيلتو اللي تشقى عمره هذاه لليتامى. وين هذه؟ في باب حسن فيلا من 6 طوابق. هذه راح تحولوها مقر وطني. كان كاس الان راهي هيكل يعني تاع اسمنت مسلح بالعربي، يعني بنيه بالطراز يعني عالي جدا، ولكن الان ما عندناش احنا الاموال باش نبنوها. رانا نحوسوا اللي يساعدنا باش نبنوها باش نكملوها. في الوقت تكلفنا حتى الثمار ولا سبحان الله باش يعني المده الاخيره عندها شهرين 3 شهور. واحد الاخ يعني كان عنده ارض فيها 23 ار، احنا مش بعيد علينا 10 كيلومتر 20 كيلو تقريبا. هذا 23 ار باش نبنيو البنك الغذائي والمجمع القراني ودار استضافه مرضى السرطان ونادي ترفيه اليتيم. كاين مشروع تاع ان الارض راهي موجوده تضرب ان شاء الله في هذا العام هذا، يعني باش نرتبوا امور المقر. المقر راح مشكل بالنسبه لنا لان هنا رانا كاين مقر الولايه تاع البلاد من اكبر يعني الولايات اللي كان فيها تجربه ناجحه وكان فيها محسن، عندهم عمل كبير. احنا رانا هنا هما مغبونين واحنا ثاني مغبونين، فلذلك نريد ان نتسع ان شاء الله نكبر المقر ونخلوا نورث اولادنا مؤسسه خيريه فاعله في الجزائر. هذه اللي ممكن نجد من ساعدنا في هذا المجال، ندير قناه فضائيه خاصه بالعمل الخيري محترفه، يعني تقدم خدمه كبيره للمجتمع، من خلالها يعرف المحسن اين ذهبت يعني خدماته وامواله، يكون يعني على الطريق المرئي المباشر. وهذه هي حبينا نصبح مؤسسه خيريه في الجزائر يعني فاعله، تبني ان شاء الله ولا تهدم، تجمع ولا تفرق. هذا الغايه الكبرى اللي نطمح لها. الان الحمد لله بدانا بالخطوه الاولى كانت ناجحه، والثانيه بدا يبقى دوك الهياكل والاموال والمشاريع تدخل طور التنفيذ، يعني نسعى باش ننفذها. انا المشروع الاول اللي كان هو الانتشار الحمد لله تم. الان القبول موجود عند المجتمع ولا عند السلطه ولا عند المحسنين، الحمد لله كاين ثقه كبيره بيناتنا. الحمد لله هي الان الجمعيه طرحت بديل يعني تجمع ربما الناس اللي يعني عندهم وقت وعندهم فراغ يقدموا طاقتهم وجهدهم في هذا المجال. المحسنين اللي ما عندوش وين ما جمعيه ولا مسيح فيها، الحمد لله اعطيناهم الثقه هذه. يبقى دوك كيفاش نبرمجوها علميا وتكنولوجيا والكترونيا مواكبه العصر، ونزرعوا ثقافه الخير في المجتمع، وكذلك تسويق الاعمال الخيريه عن طريق النت، عن طريق البرامج، عن طريق كذا، باش يكون الضبط. ثاني احنا في المتابعه تاع الاسر والايتام اللي راهم موجودين مسجلين عندنا، كاين اشياء كثيره تنتظرنا. يعني الوضع الان انا نشوف فيه يعني كبير جدا، ولكن بعد ما ندخل في هذه الالكترونيات يصبح شيء بسيط، لان دوكا البرامج راهي مش ضخمه جدا تسير دول، فما بالك بجمعيه. او مسؤول الصحه انا راه في اللجنه الاجتماعيه
شاء الله يحيوا المشروع. وربما كما طلبوا منا لي ميدسان تاع الكارديولوج يجيب لنا واحد زاباري تاع اللي اسمه ليكوغرافي هذوك لو دوبلر هذوك يسحقوهم لنا غاليين شويه هذوك مع تاع الاخر يكون عندنا ان شاء الله يعني مصحه خفيفه هكذا خيريه. الناس المضاعفه مساكن اللي ما يقدروش نسهلوا عليهم المهم. لان انا كاين مواعيد في المستشفى راهي بس شهور باش يلحق المريض يموت مسكين ما يلحقش الوقت 6 شهور باش يدير فحص ولا يدير راديو ولا يدير. حنا نسهلوا عليه المهمه ونعاونوا دولتنا نعاونوا محسن الفقراء نتاعنا واليتامى نتاعنا. هذا هو اللي المساعدات بشكل مالي تجينا تبرعات ماليه نقديه وعينيه وتجمع في عندنا مخزن عندنا امين المخزن عندنا سائقين تاع سيارات تاع شاحنات يوزعوها يجوا العائلات يديو وفي المناسبات نمدوا. وكاين اللي عندهم شهريه كاين اللي عندنا شهريه يعني كفاله منحه شهريه يعني دائمه يعني وكاين اللي عندها قفه شهريه دائمه قفه شهريه وكاين اللي عندها قفه 15 يعني كل 15 يوم لها قفه يعني دائمه. وكاين طالع عنده ولد يدرسوا في الجامعه يدوا كفاله اعانه هذيك رمزيه تاع 300,000 في الشهر مش عارف اللي نسيت اسمه منحه تاع الجمعيه. وكذلك الاطفال اللي المتمدرسين يدوا اللوازم الدراسيه كلها من الجمعيه. العلاج كل ما يخص العلاج ولا الدواء يجوا هنا يدوا الدواء ويدوا يعني يشوفوا المختصين بالمجان. يعني هذوك السكانر يعني الاجهزه الكبيره اللي تكلف الجمعيه مخفضه 50% مع دايرين شراكه مع هذه اتفاقيه معهم. مع من؟ مع هذو يديروا سكانر الكابيني اسمه ليماجري هذوك اللي سون ديماجري يعني نتفق معهم ينقصوا لنا الارامل اللي يديروا يعني التحليل تاع الدم تقريبا بالمجان ما يخلصوش علينا. بعض الصيادله ثاني هذو اللي يعني دايرين انتم سوفهم دي كونفونسيون بينكم وبينهم اتفاقيات. والله هو بشكل احسان بعد يعني لا الاتفاقيات يعني نديروا نبعثوا لهم رساله يتقبلوا هذاك الطلب نتاعنا ومن بعد يولوا نبعثوا حنا ورقه مع المريضه ولا المريض يروح لهذاك المخبر هذاك ولا المركز يعني يخفضوا له باغي يشوفوا الوقت تاع الجمعيه ويشوفوا الختم تاع نفسه 40 50%. ونحمد ذلك هذه راهي تمشي منذ زمان يعني مش جديد حسينين. احنا في الحقيقه بصراحه احنا لم نفقد كاهل الدوله. احنا الان جمعيه كافل اليتيم منذ النشأة الى اليوم ما تلقينا الا مساعده بسيطه جدا من الدوله بسيطه جدا. لان كاين الاف والاف مؤلفه من الجمعيات غير الفاعله جمعيات يعني كما يقولوا يظلوا يدوروا خدمتهم يعني. فلذلك احنا ترفعنا على هذا والمحسنين عرفوا كما يقولوا من السامين عرفوا الثقه وين يوضعوها وعرفوا يجوا وحدهم المحسنين يحطوا اموالهم يعني تجار ومحسنين يعطونا الزكوات والصدقات منذ زمن بعيد. والحمد لله الان عندنا اسبوعين لا 3 زوجنا 50 عروس 15 مليون في المقر هذا 15 مليون للعروس جهاز كامل يعني بالذهب والنقش وكل شيء 15 عروس. الاسابيع القادمه عندنا في جيجل 70 عروس. عندنا بعد رمضان عندنا 10 ارسال رجال في الملعب البلدي في ارزيو. الحمد لله الخير كبير عم يجي. فلذلك ما نخلوناش وحدنا في الميدان لابد ان نترافقوا مع الله ان شاء الله. يعني كاين بزاف اطباء لقيناهم يعني مختصين قالوا جيبوا لنا مكان فضاء يعني فيه ليكوغرافي صراحه الالات وحنا نكشفوا على المرضى اللي هذول ما يقدروش يعني على دفع المبالغ الضخمه اللي تكلف السكانر وغيرها والعمليات الجراحيه نقدروا حنا نديروا لهم هذا المستصف الخيري يعودوا يعني ما يسلكوا ولا هذه مشاريع تنتظر في احنا نشرو كل شيء. سم الدراهم عند تجيبوا الدراهم عندنا حساب بنكي يضعوا فيه الاموال ومن بعد كل مشتريات عن طريق الفواتير نشروا السلعه ونوزعوها عن طريق القوائم الموجوده ولا نوزعوها على الفروع والولايات والولايات هي تقوم بالواجب. مثلا الخارج بالنسبه للقانون الجزائري كاين ربما نطلب رخصه مسبقه او كذا او وزاره الداخليه او وزاره الخارجيه فاحنا هذه ما مشيناش فيها الحقيقه بصراحه. دونك كي درنا الوطني رانا نسعى باش نراسل وزاره الداخليه باش نكونوا من الجمعيات التي المنفعه العامه باش يصنفونا من هذه الجمعيات التي تقدر تستقبل اموال من خارج الجزائر
يعني بموافقة الهيئات الرسمية في الجزائر. وكي تكون مثلا جمعيه في الخارج تحب تبعث امور اللي عندها لانه كاين فرص كبيره كل حال يحبوا يبعثوها، هل انتم تقوموا بمهمات يعني مع الاجراءات مع الاداره مع الجمارك وكذا؟ يعني اتصلنا بالمعنيين في هذا الامر، ما قدرناش نديروا حاجه كبيره. انا صراحه قانون هذا شويه سابق، القانون هذا مازال ما تعاملناش معاه، راه حديث النشأة، ولكن نرفض وزاره الداخليه ونشوف كيف الرد تاعها. لان كاين جمعيه الهلال الاحمر مثلا كالشباب الاسلاميه مسموح لها باستقبال اموال من الخارج عن طريق ترخيص بسيط، اجراءات بسيطه، ولكن الجمعيات الاخرى مازال ما عندناش احنا هذا الصفه هذه. يعني هذا السؤال اللي طرح ان نطالبوا ماذا بينا يكونوا من هذه الاصناف الثلاث ولا الرابع اللي الجمعيات اللي راهم اعطيهم هذا الاختصاص، هذا هيئه الجمعيات المنفعه العامه اللي تيتي ببليك، هذو ماذا بينا نكونوا منهم احنا كذلك تاع الايتام في الجزائر. نسعى ان شاء الله. هي القانون الجديد يقول باللي ما تقدرش دير اي علاقه بالخارج الا اذا بترخيص مسبق. الان نريد ندخل كما قلت في استاذنا الاحترافيه في البرمجه والدقيقه والعمل، لابد من تعاون باش نوصلوا هذا المستوى، لانه يريحنا. مستحيل نقدروا نتحكموا في 40 45 ولايه ولا 50 ولايه بالطرق البدائيه، لابد من الحدث. ان شاء الله نتعاونوا جميعا من اجل هذا تحديث هذه البرامج اللي تساعد اليتامى والاسر، وتساعد ثاني تساعد الجمعيه من اجل التعرف الحقيقي على الحالات حاله بحاله. هو سي مسعود قادر هنا الامين العام تاع الجمعيه، هو صحفي سابق وله خدمه طويله في الاعلام، واسس كثير من الجرائد، وكان من عمال التلفزيون وادارات تاع التلفزيون. هو عنده لجنه اعلاميه، ولكن احنا الان قلت لك رانا ما كاش سنتين ملي بدينا في الوطني، رانا الانتاج الطبيعي ما كناش لاهين بالمحسنين، ما زرنا محسنين، ما تكلمنا معاهم، ما خاطبناهم. كاين درك ما على بالهمش باللي الجمعيه راهي عندها 120,000 يتيم. الان كنت مع الوزيره، كنا الاسبوع اللي عندها في يوم العالمي للاسره، عرضنا كمرافقين لها في زياره دار الرحمه. كي عرفت الجمعيه تفاجأت شو وقع زلزال. ها كاين اكثر من 1,200,000 يتيم في الجزائر، من يتكفل بهم؟ الشارع من لهم؟ احنا ابائهم، احنا دولتهم، وين يروحوا هذ الناس؟ الان احنا رانا درنا سيت ويب يعني كبير بحجم كبير. واش اسم الموقع؟ كاف اليتيم بوان دي زد. بوان دي زد. بوان دي زد. على في الجزائر بوان دي زد رسمي مثلا الاهتمام درنا، وبعد درنا فيه درنا عن طريق الانترنت. والانترنت درنا فيه لوجيسيال هذا برنامج كبير يتسع جميع الولايات تاع الوطن. المكاتب يعني. مكاتب، كل مكتب عنده الموظف تاعو يسجل كل المعطيات تاع الولايه تاعو. والمكتب الوطني عنده المتخصص الجامعي يعني يراقب كل واش كاينه من احتياجات في المكاتب ومن انجازات اللي تحققت في هذا المجال، والتقارير يقدر يعرفها بمجرد زر، يجيه التقرير المالي والادبي وغيره وغيره والنشاطات كلها يعرفها. كل ما يدخل يتيم جديد يوميا يعرفوا هنا عن طريق المركزيه تاع الوطني. ما عندوش كذا، هي الماء ضعيفه، ينظر من لا يرى الا السواد. فحندخل الطريق قالها مازال الخير فينا، مازال الخير في بلادنا، مازال الخير في امتنا، مازال الخير في دولتنا. نحن معك نرافقك نخالطك، يعني حتى يعني احنا نشوف فيها كبيره، ولكن عند الله هي ما كان بفضل الرجال يكون كل شيء. احنا نطلبوا من كل المحسنين، من كل الرجال اللي يحوسوا يتقربوا من جوار النبي عليه الصلاه والسلام يكونوا في الجنه مع بدرجه عاليه، ان يخدموا هذا اليتيم المحتاج الذي ينتظر منك حتى ولو مسحه، يعني حتى ولو ضمه حضن يعني دافئ، يشعر بالامان حتى يستطيع ان يستمر في حياته يعني وهو يعني مرتاح النفس، يعني يخاف من المستقبل.
اولا يجوا الاسره ولا احنا يجوا واحد من المحسنين ولا واحد من الجيران ولا الامام ولا اي شيء، قال كاين الاسره معونه، يجيبوا شهاده الوفاه، الشهاده العائليه، الشهاده المدرسيه، عدم الانتساب الى صندوق الاجراء، يعني ماش تخدم المراه اللي ما عندهاش دخل، نعطيهم استبيان يعمروه. لا مؤسسه مش تاع العابره، تاع نهار الفول، يديروا عائله كبيره من الايتام والاسره والارامل، فسجلوهم لما سجلوهم شوفوا والله دراسه الاولاد الصحي وشوفوا كل شيء، معلومات، السكن تاعهم مؤجر غير مؤجر، خلى منحه ما خلاش، سجلوها في الاستبيان، استفاده ونرتبوها على حسب الصنف نتاعها، درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه. اذا كان عندها دخل صغير نزيدوا لها شويه، اذا ما كانش نشوفوا حسب التقييم تاع اللجنه اللي تقيم. بعد ذلك تكون متابعه في المناسبات، في الدراسه، في الترفيه، في الصحه، تولي المراه تجي عندها دار تاعها، عندها ناس يخدموها، اخوات، رجال، نساء يخدموا هذه الارمله من اجل اطفالها، لان هي ارمله ما عندهاش، هي ماشي يتيمه، ولكن من اجل اطفالها، لان هي الفقه تاع الاسره. الام ما دام الاب توفى رحمه الله عليه، الام تعوض الاب، تولي عندها دورين تلعب اب وام، والجمعيه يعني تدخل عليهم هذاك الاطمئنان اللي فقدوه من الاب، قال رانا هنا ولو كان بكلام برك، لكن جمعيه ماهيش دوله، يعني جمعيه تبقى جمعيه مهما كان الحال، ولكن الحمد لله النجاح تاعها، واننا دخلنا طمئنان كبيره على الاسره، طمئنان كبير، شعروا بالراحه كبيره. كاين الارمل اللي تجي المقر ما تدي والو، تقصر شويه وتشوفنا وتروح، يقول لك والله نرتاح كي نجيك، وتحس بان هذا المقر تاعها وهذه دارها، واولادها يسالوا فيها، وتصيب حاجه يعني جات من تبرع تديها معها. الحمد لله خدمنا الجمعيه هذه بصدق وامانه، وهذا هو سر نجاحها وولدها وبقائها. واليوم ماذا بينا ان شاء الله تستمر هذه الجمعيه وتتورث للاجيال ان شاء الله. حتى المراه هي صغيره، هي في حاجه الى تعيش، هي عندها حضور نفسي تاعها، واش توجه لنفسها وغزواتها وشهواتها ولا تروح لولادها كيف دير. حنايا لما نحميوها من الشيطان ومن نفسها ومن الآفات تاع الشارع، ربما تهتمنا بتربية جيل صالح، وإذا نجحنا في حفظ الأرملة سنحفظ معها الأبناء. الأم كذلك إن شاء الله بربي، لأن حسينا باللي الأم عندها واحد الجانب النفسي مؤثر جدا. أنا سمعت امرأة قالت لنا خرجوا لها طبيب قرا ميديسين، واحد قرا راه محامي، كرمناها لنجح ولادها، يعني أرملة ناجحة. لما كرمناها قالت والله أنا بصراحة لما دخلت الجمعية استمريت في تربية ولادي ونجاح ولادي بفضل الجمعية. كيفاش؟ قالت لي والله نسمع هاتف يهتف في أذني من عندكم يجيني يقول لي استقيمي 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 يا امرأة. فما نحاربش وتبت إلى الله ما سمعتها، معني كنت في طريق مستقيم وربيت ولادي تربية حسنة، وأنا ناجحة اليوم، عندها طبيب محامي، يعني فطرت أولادها إليه. فلذلك الأمانة لما تعطيها الثقة تقدر تكون نعلموا الحرفة كذلك، الحرفة وغيرها، كل الأمور اللي تخليها تطمئن ندخل عليها إن شاء الله بهذه الجمعية. الله يبارك إن شاء الله. لا يمر علينا، لابد يمر علينا. احنا المتابعه لازم، خاطش احنا كاين المحسن اللي يبدا بنيه حسنه ما يولي فيه حاجه اخرى. احنا دائما نرافقوه باش تبقى دائما العهد نتاعو ونتاعنا يبقى ماشي. الارمله راهي ضعيفه وهو انسان محسن ثاني كذلك، ربما واحد من ولاده ولا هو ولا كذا يبدا بحاجه ما يولي في حاجه اخرى، فنرافقه باش تكون العمل نوعا ما مشترك بين المحسن والجمعيه والارمله. الجمعيه يعني مادام الناس متطوعين مش متفرغين، يعني مش متفرغين كل 100%، كاين تمجرى، ولكن لازم تفرغوا العمل هذا. في خارج الجزائر المؤسسات الخيريه هذه تصير فيها 2000 عامل و3000 عامل، كما سمعنا في تركيا جمعيه فيها 20000 عامل متخصصه العمل الخيري على مستوى العالم، يعني ما شاء الله. يعني احنا الجزائر ميزه مؤسسه خيريه فاعله متفرغه لهذا العمل
لان الدوله في حاجه والشعب في حاجه واليتيم في حاجه اليها، الكل في حاجه اليها. والمحسنين كاينين، ولكن ينقصهم معرفه الهيئات الصادقه والفاعله باش يعطوا لها الاموال. ماهوش سهل، مش سهل باش المحسن يمد ماله هكذا وخلاص. لو بده يعرف هيئه يعني موثوق بها اللي يحط فيها المال تاعو وهو مطمئن. هل ممكن نتصلوا بالعائله مباشره نعطوها مثلا نقول مبلغ ذاك السنوي فيها مضرة لبسه فيها الحوايج تاع الفورنيتور سكولار اكسيتيرا، ولا ils sont obligés de passer par l'association؟ شوف احنا نقدروا نديروا لهم علاقه مباشره مع الاسره، ما حتى مشكل، ما حتى اشكال. المحسن ضروري الهاتف تاع الارمله ويتصل بها مباشره، وحنا نكون دائما نوظف. احنا ممكن هذا المحسن اللي راه بعيد على الوطن يبعث المساعده للجمعيه توصلها، يعني يبقى العلاقه المباشره وتكون يعني ما يعني حتى هو يجي يروح يزور العائله، يروح يشوف الايتام، يخرجهم يديهم عنده، يستضيفهم في داره، يدير بهم جوله مثلا. ولكن التبرع ممكن جدا يدير لها كونت بانكير وندير لها شاك سي سي بي ولا حاجه يبعث لها عليها مباشره، ولكن دائما بعلم الجمعيه. قال راني بعث ايوه لا هذا ما كان. وهذا البنك الغذائي اللي انا مشروع كما داروه بعض الامور المسيحيين في فرنسا، بعض الجمعيات تاع الكنيسه اللي دارت البنك الغذائي للمحتاج. احنا البنك الغذائي احنا كمسلمين وكجزائريين وكيعني عندنا تاريخ تاع بطولات وخير، فاحنا ثاني كي يجي اليتيم ولا يجي الارمله ما تروحش يديها فارغه. عندنا بنك غذائي، كل ولايه محتاجه عندها النصيب تاعها تاع الغذاء الشهري لكل ارمله، يعني تجي تدي الحاجه تاعها. ولكن احنا ما حبينا ان شاء الله نكون نصيبوا مستقبلا يكون عندنا القدره والمال الكافي نديروا لهم كلهم يعني مبلغ شهري كافي يحفظ الكرامه نتاعها ويحفظ وليداتها. احنا غدا ان شاء الله بعد غد نمضي اتفاقيه شراكه بين الكشافه الاسلاميه والجمعيه الوطنيه لكفل اليتيم بحضور السلطات الرسميه. هذا مشروع ولا راح؟ لا بعد غد ان شاء الله. اي الله يبارك. نقرا في اتفاقيه رانا كنا نراجعوا فيها باش نسينيوها مع الكشافه الاسلاميه يوم الثلاثاء، لان الثلاثاء هو يوم الوطني للكشاف. وهذا اليوم انا كنت قائد العام تاع سيدنا ابراهيم قلت له باللي العمل تاعكم كشفي وخيري وكذا وثقافي وتربوي وكذا، في بزاف اشياء نشتركوا فيها. قال لي نعم. لماذا ما نديروش حنا؟ قلت له يد في اليد ونتعاونوا، يعني كي نديروا خرجات ولا زيارات ميدانيه ولا مخيمات ولا حملات ولا تكوين ولا اشياء من هذا القبيل نتعاونوا فيها. رحب بالفكره وكتبنا اتفاقيه كمشروع وتمضى يوم الثلاثاء باش تبدا ساعه مفعول يوم الثلاثاء بيناتنا شراكه بين الكشافه والجمعيه. 21 جوان ان شاء الله عندنا ملتقى مغاربي، جمعيه كافل اليتيم وجمعيه زهرة الامل سيقيمان ملتقى مشترك دولي في تونس في فندق افريقيا شارع بورقيبه وشارع بورقيبه. ان شاء الله هذا الملتقى يجمع السفراء الدول العربيه الخمس تاع المغرب العربي ونعرفوهم بيتيم المغاربي، وان شاء الله يكون يعني تعريف جيد من اجل يعني النهوض بهذه الفئه وخرجها للعيان حتى تكون عندها الاعلام وتسلط عليها ويتكفلوا بها المجتمع والدوله ويعني الرسمي وغير الرسمي. فهذا الملتقى يعالج قضيه كيف طرق التكفل باليتيم، طرق يعني بطرق حديثه. حقيقه التوانسه هم حديث النشأة، يعني جمعيات صغار ولكن عندهم واحد النظره مليحه نستفادوا من تجارب بعض. الملتقى يكون هو 20 جوان في تونس، وان شاء الله بنا واحد الجمعيه يسموها جمعيه امل في فرنسا. اي نعم، عده مرات زارونا عده مرات وتكفلوا بعض الاسر هكذا عن طريق المباشر. اسمها جمعيه امل اسبوار. اها. وكذلك الاغاثه سكور سيف السكور الاسلاميك. ايه ثاني كان زارونا عده مرات. هذوك ماشي فرنسيين، هذا جزائريين. لا هذاك فرنسيين دو سوش. لا اسبوار جزائريين. لا هذاك عند فرنسي دو سوش. لا ما كانش عندناش. هذا إغاثة هذه جزائرية ومنها من البوليدة المدير العام تاعها سماح الدين. كذلك اسبوار ثاني حسن حسين هذا من
من الغايه من الجزائر. هذو راهم جمعيات مختصين غير بالجزائر الحقيقه، يحبوا يخدموا كما قلت تقبيل الجزائر، يحبوا يخدموا بلادهم عن طريق الجاليه الجزائريه. الجمعيات المغرضه هدامه هي موجوده فعلا على مستوى العالم العربي والاسلامي من اجل السد يعني طريق امام كل الخيرين باش يكونوا يكونوا مستقرين في بلادهم وكل امان وينعموا بالاستقرار. هذه الفتن اللي راهي صايره في الدول العربيه وغيرها هي من صنعهم، من صنع هذا الناس المكيدين، هم اللي راهم يصنعون باستمرار المكائد من اجل السقوط في هذا. الفرحه فيه والبكيه فيه والحزن فيه والقلق فيه، كلش فيه، العمل الخيري كلش تم في هذا. اعطيني حاجه تاع حزن واعطيني حاجه تاع لا الحزن معناتها واش صراك خطر يعني لما ترى هذه الفئات هذه وبصراحه يعني وتكون محتاجاتك وتحط مكان هكذا وتنتظرش منك الماديات اكثر من حضن عاطف وحنان ويد تمسح راس، وهذه تحس باللي انا وجودك انت تقول انا وين كنت انا لا ما يعني تحس بضروره الاستمرار وتقصير واستمرار في هذا المجال، لان الناس ربما ما كانش اللي يعوضك في هذا المكان، فانت تشعر بانك مسؤول امام هذه الفئه انك تستمر معها. ولازم الصبر الكافي، يعني الصبر نفس على بالك اماره وكذا والعائله والاسره هذا دوم الحزن الخاصه. الفرح لما يمرح ويلعب ويفرح فاوتوماتيكمون هذاك الفرحه تنتقل اليك مباشره وتشعر بها داخل صدرك وتنقلها معك وتستمر معك لانك انت من كنت تسبب فيها، انت من صنعت الفرحه. انا لما نتكلم مع الايتام نقول لهم بارك الله فيكم انتم اعطيتم السعاده والفرحه في قلوبنا، لولاها وش من وراءها الاجر والثواب ورضا الله سبحانه وتعالى. وهذيك الفرحه اللي يعطيها لك اليتيم والارمله، يقول لك باللي الدعاء هذاك اللي شحال يسوى الملاير، الدعاء شحال يسوى يعني تاع اليتيم رضا الله سبحانه وتعالى يسوى غالي. فكل هذه الامور تخليك تستمر لانك ما عندكش احنا كلنا عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني ما تبقاش الدنيا هذه لنا، يجي النهار ترحل منها وتسيبها الاعمال الصالحه في قبرك. جمعيه عندها 9000 يتيم مسيله وحدها برك، 9000 يتيم و18 مكتب بلدي ومكتب ولايه 19 كلهم حلين مكاتبهم ويستقبلوا الايتام يوميا. واش مناسبتين رمضان ولا عيد خلاص كل يوم حلين مكاتب، وكاين بناتنا اللي في الجامعه ولا اخواتنا اللي في التعليم ولا المتفرغات المتطوعات مالئين المقرات. اللقاء جاوا في وهران حضروا قريب 12 ولايه، يعني يجيك انت واحد من اضرار شباب مهندسين وغيرهم ويجوا بسياره 1200 في 100 كيلومتر يعني يقطعوها في سبيل فرحه يتيم، في سبيل بسمه يتيم، ويقدم لك خدمه يعني صراحه والله تبكي. لو تشوف فيديو تاع اضرار هنا تشوفوا عندي شباب 100 عضو في المكتب الولايه تاع اضرار، 100 عضو كلهم متخرجين من الجامعات، كلهم اطارات يعني فيهم دكتور فيهم مهندس فيهم كلهم. هذا الشباب الان سابوا فضاء يفرحوا فيه ويشتغلوا فيه ويقدموا خدمه لبلادهم ووطنهم، هذه خدمه كبيره تدخل في ضمن المصالحه والخير سميها كما بغيت. كل الجوانب اللي راهي تنادي بهم الناديين الرسميين هي موجوده في الجمعيات الفاعله. احنا نشوف نطلبوا من الدوله، نطلبوا من الرسميين يعطونا الحال كما يقولون الحجم الحقيقي لكل جمعيه باش تصيب ان شاء الله سهوله في العمل تاعها. بارك الله فيك ان شاء الله. ثم ضيفنا عندك انا ذكر انا عندك والله صراحه شعرتنا بواحد الحرج كبير من فضل دوك الدار. ربي يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك. ولكن مازال ما شاء الله تجمعنا ومازال الخير قدام. احنا نستمر هكذا حتى احنا شوف انا مرات نقول لك في الدار ديجا هذا حضورك انت الان يعتبر بالنسبه لنا فرحه كبيره. الحمد لله كريم. هذه من الفرحات اللي دائما نعيشوها ويعني وعشناها سنوات عديده وانت تكمل يعني ما بدأه الاولون. نحن لسنا بدعه وانت لسه بدعه، انت يا اصل الحمد لله اصل في الخير وراح تكمل في مسار اللي بدأه والديك وحنا راح نكملوا كذلك معك ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله. مرحبا بك سيدي قاسم، الله يجزيك خير والله يبارك فيك ان شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال نشكر الحاج بالقاسم اللي يعني اتاحنا الفرصة هذه العام في الجزائر باش نعيش ايام الحمد لله مع اخواني، ايام طيبة مباركة، نسأل الله القبول من الجميع. وعطاني فرصة بحمد الله تبارك وتعالى. أولا الحمد لله، وبعد الله يعني يعود الفضل للحاج بالقاسم انه اعطاني فرصه باش نعرف اخواني بجمعيه موجوده في الجزائر، هي جمعيه كافل اليتيم الوطنيه التي يعني تتكفل الان عدد في 2013 في ديسمبر 2013 كان فيها 88 ألف يتيم. هذا عدد يعني معتبر وكبير. وخاوتكم يعني في الجزائر يطمعوا ان خاوتهم الجاليه الجزائريه اللي عندها وقادره تعاونهم، لان هذوما كلهم يعني ابنائهم واخوانهم وهم عايشين يعني باللي يقدروا، وماذا بهم يدلعون. ما كاش اليتيم ماذا به شكون يعاونه، لانه يكون صغير يحتاج اشياء كثيره، وكلنا عندنا الدراري هنايا ونعرفوا واش يحتاجوا الدراري. ثالثا او ثانيا يعني الحمد لله جوزت هذه الايام مع اخواني، يعني شيء يعني مبارك ويفرح. نتمنى ان شاء الله يعني تكون تقوى الرابطه بيننا، الروابط بيننا، حتى يعني نواصل هذا المشوار. احنا كلنا يعني نسعى ان نعمل في سبيل الله، لا نريد من احد جزاء ولا شكورا. ولما الانسان هذه اكيد ان من يعمل قد يخطئ، ما كاش اللي يخدم ما يغلطش غير اللي قاعد في الدار ما يخدم ما يدير والو. ولهذا ممكن البارح في كلامنا ولا قلنا بالك ما صفناش العبارات اللازمه واللائقه باش نعبر على اشياء، ممكن اخطانا في كلام ولا نستسمح للجميع كما تفضل خونا هنا وطلب السماح. كذلك نطلبوا السماح لان ممكن قال كلمه انسان قاس بها واحد ولا ما كما طلبوا السماح لان وطنا رايحين ويعلم الله الا كان نزيدوا نتلاقاو له. مع ذلك اننا نتمنى ان نعاودوا نتلاقاو هكذا، حتى لو ما كانش على شكل جماعه يكون على شكل افراد. واحد يجي للجزائر يتصل بك وانت تجي لفرنسا تتصل بيه، لو كان تسلم عليه كذا. نقول لكم بان ان شاء الله اني احبكم في الله، وان شاء الله راني صادق معكم. ما كاين بيناتنا دراهم، ما كاين بيناتنا حتى شيء، الا ان شاء الله تكون اخوه في الله تبارك وتعالى. نتمنى ان شاء الله تكون متبادله، وما تنسوناش بالدعاء. ادعوا لنا، ادعوا لخوتكم في الجزائر، ادعوا لخوتكم للايتام الارامل اللي عندهم مهمه كبيره وصعبه. ونتمنى ان شاء الله اللي قادر يبلغ عن هذه الجمعيه، يشوف تجار، يشوف اصحاب المال، يشوف الناس اللي قادرين يعاونوا، يبلغ لهم ويعطيهم الهواتف ويعطيهم يعني الادريسه تاع الجمعيه، لعل من خلالكم تستفاد هذه الجمعيه، واجر الجميع على الله. بارك الله في الجميع. شكرا. واخونا اللي زارنا من الجزائر ان شاء الله نوصيه يبلغ سلامنا لاخواننا في هناك ويبشرهم ان شاء الله، وإحنا كذلك نكون إن شاء الله نلبيو له الرغبة، لأن هذا ماشي ليه، هذا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا ماشي ليه. هو قال لك أنا نخدم من نفسي، هذا من جانب أخروي، وكلنا نخدم نفوسنا من جانب أخروي، هذا لابد من جانب الآخرة، لكن راه يخدم أمة. هادو أيتام وصى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وصى عليهم رب العالمين اليتيم، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني اللي يكفل اللي كيضبط هذا المغفلة، ورسول الله يتيم، فأما اليتيم فلا تقهر. وقرأ الأحاديث وقرأ الآيات في اليتامى، وابتلوا اليتامى، آيات كثيرة وأحاديث، فالله يوفقه إن شاء الله، الله يجعل أقدامه لله هو وإخوانه في الجزائر، الله ومنهم شيخنا الرحالي والشيخ كركب والشيخ كذا، كان مشايخ فيهم الخير، فالله يوفقهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث